انت كنت لابسه ايه؟ ده عنوان معرض في جامعه اركنساس. سالوا ضحايا الاعتداء انت كنت لابسه ايه، وعلقوا اللبس على الحيطه جنب قصتهم. واغلب المعروض ملابس عاديه، تيشيرت وبنطلون، فساتين، بيجامات، هودي وجاكيت، وحتى الزي الرسمي بتاع الشغل. والرساله بوضوح مفيش علاقه بين اللبس والاعتداء. لحد 2006 ما اترصدش تحرش في مصر، مش عشان ما كانش فيه، لكن اول مره الموضوع يتفتح بعد اعتداءات جماعيه في وسط البلد في العيد. ودخل القانون عرف الاعتداء وحط عقوبه. 2020 بقى في حمايه لبيانات الضحايا عشان يشجعوا البلاغات ويقللوا الوصف. وفي 2021 اتشددت العقوبه فبدات تزيد البلاغات. ادعاء ان اللبس هو السبب مش جديد، لان لوم الضحيه موجود في جرائم كتير من زمان. يحولوا النقاش من سلوك الجاني لسلوك الضحيه، ويبقى عبء الوقايه من الجريمه على عاتق الضحيه بدل الفاعل. لكن ده مش هيتحقق لان مفيش بيانات لقت علاقه بين اللبس والاعتداء، بس لقت عوامل تانية. اولها الافلات من العقاب. لما الاجراءات تبقى ابطا والبلاغ يبقى اصعب ويحصل تخويف ووصم للضحيه، الجاني بيلاقي بيئه امنه يعتدي فيها. كمان تقبل المجتمع للعنف. لما نطبق مع الاذيه ونبررها، الاعتداء بيزيد، لان التحرش ملوش علاقه بالرغبه لكن بفرض السلطه وتجاوز حدود انسان من غير رضاه. قبل 2006 الجريمه كانت موجوده لكن مدفونه تحت عيب وفضيحه وغياب الكلام العلني والقانون. فبدل ما نسال كنت لابسه ايه، نسال مين عمل وازاي نوقفه. انا احمد صالح، بفكك القصص الشعبيه وارجع الحكايات لاصلها.